بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى: يقول الله عز وجل: ثم يأتي من بعد ذلك، أي السبع الشداد، عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، أي فيه تكثر الأمطار والسيول وتكثر الغلات وتزيد على أقواتهم، حتى أنهم يعصرون العنب ونحوه زيادة على أكلهم. ولعل استدلاله على وجود هذا العام الخصب، مع أنه غير مصرح به في رؤيا الملك، لأنه فهم من التعبير بالسبع الشداد أن العام الذي يليها يزول به شدتها. قال: ومن المعلوم أنه لا يزول الجدب المستمر 7 سنين متواليات إلا بعام مخصب جدا، وإلا لما كان للتقدير فائدة. أي يوسف عليه الصلاة والسلام عندما عبر رؤيا الملك وأرشدهم إلى فعل الصواب في ما يحصل لهم في هذه السنين، ثم أيضا قال: ثم بعد ذلك، أي بعد ال7 سنين المكدبة. أولا 7 سنين خصبة، ثم تأتي بعدها 7 سنين يعني مكدبة، ثم بعد ال7 سنين المكدبة يأتي عام خصب، أي ثم يأتي من بعد ذلك، أي 7 الشداد المكدبة، عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، أي فيه تكثر الأمطار وتكثر الغلات أي التي يجمع فيها يعني الثمار، الزنابيل. الغلات أي الزنابيل، هذه التي يجمع فيها الثمار ويجمع فيها المحاصيل وتجمع فيها المحاصيل، وتزيد على أقواتهم، أي هذه الثمار من الحبوب والفواكه تزيد على ما يأكلونه، حتى أنهم يعصرون، تزيد فوق أكلهم، حاجتهم للأكل، يعني يكون زيادة من حاجتهم للأكل إلى أنهم يعصرون من هذه العنب وغيره. ولعل، قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: ولعل استدلال يوسف، أي استدل أنه بعد ال7 سنين الجدبة يأتي عام مخصب، ولعل استدلاله على وجود هذا العام الخصب، مع أنه لم يذكره الملك في رؤياه، لم يصرح به الملك في رؤياه، ولم يذكر في رؤيا الملك قال: إني أرى 7 بقرات سمان يأكلون 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات. ما قال ويعني بعد ذلك عام، ذكر فقط فقط 7 المخصبة و7 المكدبة. ويوسف زاد أنه يأتي بعد ال7 سنين عام خصب. ما وجه استدلاله بذلك؟ ما وجه استدلاله على أنه يأتي عام خصب؟ لأنه فهم من يعني بالتعبير بالسبع الشداد، أي 7 السنين المكدبة، أنه يأتي بعدها يعني فرج، أنه يأتي بعدها عام تزول به هذه الشدة، أنه قال 7 سنين، يعني 7 سنبلات خضر وأخرى يابسات، 7 سنين تكون مكدبة، أي أنه بعد 7 سنين مكدبة تزول هذه الشدة. هذا مفهوم من أن بعد 7 سنين تأتي يعني يفرج وتزول الشدة، وإلا إذا كانت ستستمر سيقول 8 سنين أو 9 سنين شديدة، ولكن قال 7 سنين، أي بعد ال7 تزول تلك الشدة، ولا يكون زوال هذه الشدة 7 سنين وما في مطر، 7 سنين وما في محاصيل إلا ما حصدوه من ال7 سنين الأولى،
دل على أن هذا العام الذي يأتي بعد 700 يعني عام خصب تكثر فيه الأمطار وتكثر فيه الزراعة وتكثر فيه الثمار حتى أنهم يعصرون، دل على أنه عام خصب جدا. قال: فلما رجع الرسول إلى الملك والناس وأخبرهم بعد أن عبر له يوسف الرؤيا، رجع يخبرهم بتعبير الرؤيا. رجع الرسول إلى الملك والناس أخبرهم بتأويل يوسف، عجبوا من ذلك وفرحوا بها أشد الفرح. عند ذلك قال: وقال الملك ائتوني به، فلما جاءه الرسول قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال: ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. جاء الفرج ليوسف عليه الصلاة والسلام، وجاء اليسر بعد العسر، وانفراج الكربة بعد اشتدادها. وجاء الآن أنه يوسف يرتفع ويعلو شأنه عليه الصلاة والسلام. قال يقول تعالى: وقال الملك لمن عنده ائتوني به، أي بيوسف عليه السلام، بأن يخرجوه من السجن ويحضروه إليه. فلما جاء يوسف الرسول وأمره بالحضور عند الملك امتنع عن المبادرة إلى الخروج حتى تتبين براءته التامة، وهذا من صبره وعقله ورأيه التام. فقال للرسول: ارجع إلى ربك، يعني به الملك، فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، أي اسأله ما شأنهن وقصتهن، فإن أمرهن ظاهر متضح إن ربي بكيدهن عليم. لما أن عبر يوسف الرؤيا وقد عجز عنها علماء يعني مصر في ذلك الزمان وذوي الرأي منهم، فتعجب الملك والناس وفرحوا بهذا التعبير وعرفوا أن يوسف عنده علم. عند ذلك قال الملك: ائتوني به. هذا الذي عبر رؤيا يوسف عليه الصلاة والسلام قال الملك: ائتوني به، خرجوه من السجن، لا يصلح أن يبقى في السجن مثل هذا. فذهب الرسول الذي ذهب أولا إلى يوسف لأجل التعبير ثم رجع، فذهب إلى يوسف. فلما جاء الرسول إلى يوسف وقال له: إن الملك يعني يريدك أن تخرج ويريدك أن تحضر عنده، هنا رفض يوسف. ما السبب؟ لماذا رفض يوسف الخروج من السجن؟ قال: امتنع عن المبادرة بالخروج وإلى الخروج حتى تتبين براءته. وهنا فائدة تذكر، وهو أن يعني الشخص إذا اتهم بشيء وحصل له ظلم بسبب هذه التهمة، فبعد ذلك يعني رفع الظلم عنه يعني كسجن أو غير ذلك، فإنه لا يبادر بأن يستسلم أن الظلم رفع عنه فقط، بل ينبغي له أن قبل
يقول قبل أن يرفع عني الظلم لابد نتبين فيما اتهمت فيه، لابد أن تتبين براءتي فيما اتهمت فيه، وهذا من حقه، وهذا من حقه. فيوسف لم يبادر بالخروج مع أنه قد أمر الملك أن يؤتى به ويخرج من السجن، ولكن رفض لكي تتم براءته، البراءة التامة، وإلا هو بريء، قد تبين لهم من قبل أنه بريء. من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه، ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه، أي من بعد ما رأوا الآيات على براءة يوسف عليه الصلاة والسلام. ولكن أمام الملأ يعرف الناس كلهم كان بريء يوسف، ظهرت براءته أمام العزيز وأمام حاشيته وأمام المقربين منه، والناس لا يعرفون براءة يوسف، ما يدرون من هو البريء، هل هو يوسف أو امرأة العزيز، لكن يوسف أراد أن يبرأ أمام الكل. فقال للرسول ارجع إلى ربك، أي إلى الملك، واسأله. قال له يوسف للرسول ارجع إلى الملك واسأله، قل له اسأل النسوة التي قطعن أيديهن، ما سبب تقطيعكن أيديكن؟ قال فأحضرهن الملك وقال ما خطبكن، أي شأنكن، إذ راوتن يوسف عن نفسه فهل رأيتن منه ما يريب؟ فبرأنه وقلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء، أي لا قليل ولا كثير. فحينئذ زال السبب الذي تبنى عليه التهمة، ولم يبقى إلا ما عند امرأة العزيز. فقالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أي تمحص وتبين بعدما كنا ندخل معه من السوء والتهمة ما أوجب السجن ليوسف، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين في أقواله وبراءته. عندما رجع الرسول إلى الملك وقال له إن يوسف امتنع عن الخروج حتى تسأل النسوة، أمر الملك بإحضار النسوة فأحضرنا، فقال ما خطبكن، أي ما شأنكن، إذ راودتن يوسف عن نفسه، أي لأن يعمل الفاحشة مع امرأة العزيز. هل هناك ظهر منه شيء ميلان إلى امرأة العزيز، أو بمعنى تحرش بامرأة العزيز؟ قلنا حاشا لله، برأنه، قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء، لا قليل ولا كثير، بل هو العفيف المصان عليه الصلاة والسلام، العفيف المصان عليه الصلاة والسلام. فعندئذ زال السبب الذي كان اتهم به يوسف عليه الصلاة والسلام، زال سبب التهمة، ولم يبقى إلا عند امرأة العزيز. النسوة برانة، ما بقي السبب الذي راودنا يوسف النسوة واتهمنا يوسف أنهن راودنه عندما جمعتهن امرأة العزيز، قلنا له اعمل معها الفاحشة، ودليل الآيات على أنهن هؤلاء النسوة أيضا اتهمنا يوسف لأن يوسف قال فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. لو لم يكن اتهمنا يوسف لما أدخلهن في تبرئته، وقال يوسف عليه السلام اسأل امرأة العزيز، هي التي اتهمته، امرأة العزيز معروف أنها اتهمته، وكذلك النسوة، لأن يوسف قال اسألهن إن ربي بكيدهن عليم. فلما زال السبب من النسوة الذي تبنى عليه التهمة، رجعوا إلى امرأة العزيز، بقي امرأة العزيز وهي الذي أيضا اتهمته بأنه أراد بها الفاحشة. عند ذلك برأته امرأة العزيز
فقالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أي ظهر وتبين وتمحص، أنا راودته عن نفسه. الآن ظهر الحق الذي كنا ندخل معه السوء، بنتهم يوسف المراودة، والصحيح أنه بريء وصادق في أقواله، وصادق في قوله بأنه بريء. الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. قال ذلك الإقرار الذي أقررت أني راودت يوسف ليعلم أني لم أخنه بالغيب، يحتمل أن مرادها بذلك زوجها، ليعلم أني حين أقررت أني راودت يوسف أني لم أخنه بالغيب، أي لم يجري مني إلا مجرد المراودة ولم أفسد عليه فراشه. ويحتمل أن المراد بذلك ليعلم يوسف حين أقررت أني أنا الذي راودته، وأنه صادق أني لم أخنه في حال غيبته عنّي، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، فإن كل خائن لا بد أن تعود خيانته ومكره على نفسه، ولا بد أن يتبين أمره. عند ذلك بعدما برأت امرأة العزيز يوسف عليه الصلاة والسلام، قالت ذلك الإقرار الذي أقررت به من أني راودت يوسف وهو لم يراودني وهو بريء، ليعلم أني لم أخنه بالغيب. يحتمل، ذكر العلامة السعدي رحمه الله تعالى وغيره من التفسير، يحتمل أن يعود على زوجها أو يعود على يوسف. يعود على زوجها ليعلم زوجها أني لم تحصل مني الفاحشة، لم أخنه ويحصل مني الفاحشة وأفسد عليه فراشه، وإنما فقط مجرد المراودة، لم تحصل الخيانة أي الفاحشة وإفساد الفراش. ويحتمل أن قولها ليعلم أني لم أخنه أي يوسف عليه الصلاة والسلام، أي أني أقررت أني أنا الذي راودته، وأنه صادق في قوله، وأنه ليعلم أني لم أخنه حال غيبته، عندما كان في السجن. في هذه الحالة هي أقرت ويوسف ما زال في السجن في حال غيبته، وإلا تستطيع أن تقول هو ليس ببريء وهو متهم، لكنها قالت ليعلم أني لم أخنه بغيب، أي في حال غيبته، وقلت الصدق وأنه صادق وأنه بريء، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. نعم، كل خائن تعود خيانته عليه، وكل ماكر يعود مكره عليه، وكل ماكر وخائن لا بد أن يتبين أمره، لا بد أن تتبين خيانته، ولا بد أن يتبين مكره، سواء قصر ظهور الخيانة والمكر أم طال. في نهاية الأمر يتبين أنه خائن. نكتفي بهذا القدر إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.